ازيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة المحاضرة التانية بتاعتنا بعنوان عبقريين في مصر القديمة. المحاضرة الأولى كنا بنتكلم عن التحنيط، وإن ازاي التحنيط هو مش سر، وإن احنا من بدري يعني عارفين خطوات التحنيط، وليه المصري القديم عمل التحنيط ده، وليه كان بيحنط أجساد المتوفيين، والفكر الديني بتاعه، ومواد التحنيط والخطوات، وكل اتكلمنا فيها باستفاضة بمصادر. وكانت نقاش كان جميل جدا، في معلومات كتير جدا حلوة. وإن إزاي برضو إن في عادات لسه موجودة لحد النهاردة. أجدادنا المصريين القدماء كانوا بيعملوها، هي لسه موجودة فينا لحد النهاردة. إحنا بنعملها مش عشان رمز ديني أو حاجة، لكن دي عادة إحنا أجدادنا شافوها عن أجدادنا شافوها عن أجدادنا، فتورثنا بيها. ده بالنسبة للتحنيط. النهاردة إحنا بنقول عبقريين في مصر القديمة. مين عبقريين ده؟ أي طفل أو أي حد بيكون نابغ أو ذكي أو بيقدم حاجة مختلفة أو بيكون متفوق في حاجة معينة، بيجي يقول له أنت عبقري أو أنت ذكي، أنت مؤثر. والتاريخ المصري القديم من نشأته لحد آه، نهاية الفترة المصرية القديمة، أو نهاية الفترة اللي حكم فيها المصريين، ودخول الإسكندر الأكبر مصر، كان في شخصيات مؤثرة سابت بصمة، وسابت تاريخ، وسابت حاجة مؤثرة جدا على الآثار المصرية القديمة، إحنا بنشوفها ونتعلمها لحد النهاردة. أرجع تاني أعرفكم بنفسي. أنا اسمي عماد طارق، باحث في علوم المصريات، وطالب فرقة تالتة آداب تاريخ جامعة حلوان. في البداية هنتكلم عن مختصر لتاريخ مصر. أنا دايما بشبه تاريخ مصر ده بالمنحنى الرياضي، اللي هو قمة وقاع، أو بطفل صغير بدأ حياته، بعد كده كبر بقى شاب، بعد كده كان في فترة قوته، بعد كده عجز وانتهى، ما بقتش غير سيرته الكويسة. نفس الفكرة. ليه؟ إن إحنا لما نيجي نبص للتاريخ المصري القديم، اللي هي الفترة ما قبل التاريخ إلى قبل دخول الإسكندر أرض مصر، هنلاقي مثلا إن فترة ما قبل التاريخ كان الإنسان المصري القديم إنسان بدائي بسيط. كل اللي بيعمله إن هو بيصطاد، بيلبي بس احتياجاته من الأكل، بيحمي نفسه من الحيوانات المفترسة. ما كانش فيه استقرار قوي. كانت الحضارة زي قبائل مثلا منتشرة في أجزاء معينة من الأرض، إلى أن استقر المصري القديم عند ضفاف النيل، ووحد البلاد للمرة الثالثة. يعني إيه المرة الثالثة؟ نعرمر في رأي بيقول إن مصر اتوحدت مرتين قبل نعرمر. تمام. إن معرمر هو نقطة من أول السطر في تاريخ مصر القديم، إن هو بدأنا نشوف الآثار واضحة أكتر، إن بدأنا نشوف تطور للغة، بدأنا نشوف استقرار للشخصية المصرية، بدأنا نشوف يعني إيه دولة مصرية كانت على إيد نعرمر في اللي كون الأسرة الأولى. حتى اللي يتعمق في علم الوسائط، لأن في أسرة اسمها أسرة زيرو والزيرو زيرو. يعني هم عملوا أسرات قبل نعرمر يعني. آه، لما نيجي نبص، نعمر طبعا وحد البلاد وأسسها. بينشأ حاجة اسمها الدولة القديمة، أو عصر الدولة القديمة، اللي هو عصر بناة الأهرامات. كان مصر القديم ساعتها بقى استقر من ناحية الأكل والشرب والمعيشة، وكون الأسرة، وكون كل ما يلزمه. ولكن برضه كان مصر القديم عنده وقت من الفراغ كبير. فبدأ يتأمل في الحياة حواليه، وبدأ إن هو يستخرج من الطبيعة احتياجات يوم. يعني إيه؟ بعيدا طبعا عن احتياجات المعيشة، بدأ يفكر الكون ده أساسه إيه. فطبعا بداية السؤال ده خلاه وصل للآخر إن هو عمل نظريات دينية، وكون الدين المصري القديم. تمام. لما يجي مثلا يتكلم عن اللغة أو طرق الكتابة، بقى يستخلص الحروف بتاعته أو الرموز من الطبيعة. إن دي البيئة اللي هو بيتأثر بيها وعايش فيها. فعلى عصر الدولة القديمة، هو عصر بناة الأهرامات، هو العصر اللي عمل فيه حرفيا المصري القديم معجزات إلى يومنا هذا ما نقدرش نعمل زيها. مين يعرف يبني هرم زي هرم خوفو، هرم زوسر، أول وأعظم بناء حجري في التاريخ، الهرم المدرج.
وعايز اقول لكم احنا النهارده بنشوف الهرم، ما احنا بنشوفوش زمان. ده زمان كان حاجة اسمها مجموعة هرمية، كان في مباني تانية حواليها وسور، وكان صرح كبير جدا. كانت فترة عظيمة جدا، كان فيها ملوك أقوياء جدا. كانت الدولة ساعتها مستقرة وكانت غنية، كانت شبعانة، ما كانش فيها أي اعتداءات. آه، فضل الموضوع لحد بداية العصر الانتقالي الأول، واحنا بنسميه عصر الانتقال لأن بيحصل فيه تدهور. يعني خلاص احنا دلوقتي في منحنى تصاعدي، بعد كده بننزل تاني. تمام. عصر الانتقالي الأول ده بيكون نزاعات على السلطة، وكانت الدنيا فيه بتبقى صعبة جدا، يعني من ناحية عدم الأمن وعدم الاستقرار وعدم احترام للقوانين وللأشخاص والأفراد، حتى للدين وللكهنة. كانت عموما يعني كانت السلطة في مصر بتبقى أكبر للعائلات القوية، إن هي أسرة، يعني هي عيلة تقدر إن هي تحكم. يعني ساعات نلاقي عيلة بتحكم من طيبة، ساعات نلاقي عيلة تحكم من منف. وكان طبعا بالتوارث الكلام ده كله. كانت الدنيا صعبة جدا في الأكل، في المعيشة، في التدهور الديني. كان لدرجة إن كان جه وقت إن كان آه ناس بتاكل جثث الأموات يعني. الكلام ده بنشوف في كتب تاريخ المصري القديم مفصلة، موسوعات زي بتاعة سليم حسن وغيره. طبعا الأمور مش هتفضل على حالها، بيبتدي الموضوع يتغير وبنرجع تاني نقف على حيلنا ونستقر في الدولة الوسطى. أكتر وقت اتبنى فيه آثار هو الدولة الحديثة. الدولة الوسطى اهتمت برضو بالفن، اهتمت بالحدود، حدود مصر، اهتمت كجيش. اهتمت بالتعليم، اهتمت بإن هي ترجع الدولة زي ما كانت، توقف مصر تاني، إن دايما مصر كانت غالية جدا في عين أي مصري. كان دايما المصري القديم يحب إن هو يعيش في مصر ويموت في مصر ويدفن في مصر. ده لما تيجي تقروا في الأدب المصري القديم تلاقوا زي قصة سنوحي. كان كل رعبه إن هو يدفن في أرض غريبة غير أرض مصر. بنلاقي برضو إمبراطوريات وإمبراطور قوي جدا. الكلام ده في الدولة الحديثة، برضو كان في الدولة الوسطى، وهنذكر ده بالتفصيل في محاضرة هنتكلم فيها عن أقوى الملوك، آه، تاريخهم وأهم إنجازاتهم يعني. برضو بعدها بنرجع لعصر اضمحلال تاني، إن الأمور المصرية، يعني الأمور الدولة بتنهار شوية، والهكسوس والكلام ده كله. بعد كده يجي أحمس يحرر يحرر مصر ويوحدها ويحكم تاني من طيبة، ويكون أقوى أسرة اللي هي الأسرة التمنتاشر، رمسيس التاني وتحتمس حتشبسوت، نفرتيتي، كل الناس يعني الشخصيات المشهورة اللي احنا عارفينها النهاردة. يبتدي حكم الرعامسة، ويتكون لنا أقوى وأعظم آثار، تماثيل ضخمة وعملاقة، رموز، برديات، ذهب، توابيت، مقابر، زي وادي الملوك. اسمه أصلا في رهبة وادي الملوك، كله ملوك. معابد. طبعا سابوا لنا حاجات كتير قوية جدا. بعد كده بدأ بقى الاحتلال الليبي، وبعد كده دخل البطالمة مصر. بدأت الشخصية المصرية ما تبقاش قوية زي ما هي، لأن أنت عامل زي كأنك كوباية مية وبدأت تحط فيها لون، فاللون شكل المية بيتغير، فأصبح إن الجو المصري العام بيتغير. ولكن المصري القديم قبل ما الصفة بتاعته آه، ما تبقاش موجودة فيزيكال، أو ما تبقاش موجودة ملموسة في الواقع، ولكن روحها لسه موجودة لحد دلوقتي، موجودة جوانا في تصرفاتنا، في مبادئنا، في شخصياتنا. احنا مصريين الأصل، فلسه في سمات جدودنا. ساب لنا أجمل شيء اللي هي الآثار بتاعته، عن قصد. ما سابهاش كده، لا، هو عن قصد. دون لنا كل التاريخ بتاعنا، دون لنا كل العلوم، دون لنا كل الشخصيات. المصري القديم، الشخصية المصرية الكيميتية، آه، كانت حاسة إن هي هيجي وقت وهتقف لحد هنا، فحبت إن هي كل الأجيال الجاية تعرفهم مين هي الشخصية المصرية وإزاي بدأت ولحد فين وصلت. طيب، ده لو هنتكلم عن تاريخ مصر القديم عموما، يعني ده احنا كده ما ذكرناش أي معلومات، احنا كده بنقول فترات بس.
لما نيجي نتكلم عن التاريخ العباقرة في التاريخ المصري القديم، أنا حددت 10 نقط شايفهم من أهم النقط اللي احنا ممكن نتكلم عنهم يعني، اللي هم زي ما باين قدام كده: التاريخ والدين والسحر والطب والكيمياء والفلك والهندسة والرياضيات والصناعة والسياسة. آه، في كل نقطة من دول المصري القديم هو اللي أسسها، هو اللي طورها، في شخصيات بارزة فيها، وجم بعد كده الحضارات التانية خدتها عن المصريين، وده باعتراف من هيرودوت: ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه من مصر. مصر كانت فيها أكبر وأقوى مكاتب وجامعات في العالم: جامعة أون، جامعة اسكندرية، جامعة طيبة، جامعة آه، سوهاج اللي هي أبيدوس، آه، في سينا، في سيوة. كانت جامعات منتشرة جدا ومكاتب منتشرة جدا في مصر، برديات ومخطوطات قوية جدا في علوم كتيرة جدا. يعني في حريق مكتبة اسكندرية احنا خسرنا علم يعني لا يقدر بثمن: إن الحبر كان بيغير مية البحر، وإن الورق كان يعدي مستوى سطح البحر. فده معناه إن مصر خسرت علوم كانت لو كانت موجودة لحد النهاردة كان أكيد شكل العالم هيكون مختلف، وشكلنا نفسنا إحنا كشعب وسط شعوب العالم مختلف جدا. فلو نمسك في أول نقطة: التاريخ. التاريخ هو إنك باستخدام لغة بعض الكلمات تتكلم عن نفسك أو تتكلم عن شيء. فالمصري القديم هو من بدأ التاريخ وهو من أرخ لنفسه، يعني هو اللي اخترع التاريخ وهو اللي أرخ لنفسه. اخترعه ازاي؟ بأنه هو اه اخترع الكتابة وبدأ إن هو يتكلم عن نفسه وعن عقائده وعن علومه وعن كل الكلام ده كله. طبعا ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في البرديات، في بردية مثلا زي برديات كتب الموتى، خروج للنهار، برديات طبية، برديات هندسية. بنلاقيه في متون الأهرام، متون التوابيت، جدران المعابد. كل ده تاريخ مكتوب بالخط الهيروغليفي باللغة المصرية القديمة. بنلاقي مثلا كتاريخ عن ملوك مصر، بنلاقي قائمة ملوك سقارة وقائمة ملوك منف وقائمة ملوك اللي هي سقارة دي اللي هي في منف يعني، سوري. قائمة ملوك الكرنك. في قوائم ملوك كتير. هنلاقي من المؤرخين كتير طبعا في مصر القديمة، لكن أبرزهم وأشهرهم هو منيتو السمنودي الكاهن الأموني اللي بطليموس التاني قال له إن أنت مسؤول في إنك تدون تاريخ وحضارة مصر. كتب لنا كتابين: تاريخ مصر والجبتانة. الجبتانة موجود دلوقتي، هو كتاب منقول مش كتاب ليه مخطوطة أو آه، ليه مصدر، يعني هو منقول شفاهي يعني. وتاريخ مصر للأسف يعني العلماء بيقولوا إن هو اتحرق في مكتبة الإسكندرية مع حريق مكتبة الإسكندرية، ولكن سيدور الصقلي وغيره كتير من المؤرخين اقتطفوا منه كتابات يعني. كان كتاب قوي جدا. منيتو السمنودي كان من أكتر الناس حكمة، كان بيتكلم بلغات كتيرة جدا وبيفهم لغات الحضارات التانية، ورجع ل... لكهنة كتير وأشخاص كتير في الفترة بتاعته، ورجع لكتابات المعابد والبرديات والنقوش. درس تاريخ مصر ومكتبش الحاجة دي في سنة ولا اتنين، وتعب فيها جدا، وخد مصر من شمالها لجنوبها عشان يقدر إن هو يطلع كتاب زي ده اللي احنا للأسف آه، خسرناه. فنقطة التاريخ كده احنا فهمنا المصري القديم ازاي هو اللي بدأ التاريخ، وازاي هو اللي صنعه، وازاي هو اللي كان بيصف نفسه. من بعد كده برضو الحضارات التانية لما اشتقت من المصري القديم اللهجة أو النطق، أو حتى خدوا الفكرة وعملوا اللغة بتاعتهم أو الكتابة أو أيا يكن، ازاي بدأ المصري سوري ازاي بدأ الإنسان يكون اللغة بتاعته أو الكتابة بتاعته. بدأوا إن هم برضو يؤرخوا عن نفسهم بالله ده في الحضارة البابلية والصينية والهندية كل الحضارات التانية دي. فكده احنا عندنا أول نقطة. تاني نقطة اللي هو الدين في مصر القديمة. زي ما اتكلمنا إن المصري القديم هو اللي طور من فكرة الدين عنده. هو كان قاعد تعالوا نتخيلها كقصة: أنا دلوقتي خلاص أنا عامل بيت صغير وقدامي حتة أرض بزرع وبشيل الزرع منها وباكل. خلاص الموضوع بالنسبة لي عادي، مش بياخد مني ال 24 ساعة يعني. طب أنا قاعد فاضي،
في دنيا فاضية، مش زي النهاردة في بيوت وفي عربيات وفي طيارات وفي صداع حوالينا، الدنيا فاضية. فهلاقي نفسي بسرح في الطبيعة اللي حواليا، بفكر كل ده جه امتى وجه ازاي، مين اللي كان السبب في الحاجات دي. فمن هنا جت فكرة عند المصري القديم إن أكيد كل شيء من الحاجات دي وراها كائن أقوى من الإنسان هو اللي وجدها. إزاي يكون ده مسير كده؟ إزاي كل يوم الشمس بتشرق وتغرب؟ إزاي الكائنات دي عايشة؟ إزاي النباتات بتنمو؟ إزاي كل الكلام ده كله؟ فوضع لكل ظاهرة طبيعية، سواء إيجابية أو سلبية، أو سواء خيرة أو شريرة، وراها معبود، صفة قوة إلهية، هي المتحكمة في سريان هذا الكون. ووضع نظريات، يعني مثلا تلاقي نظريات في منف، في طيبة، الثالوث، السامون، التسوع، إيزيس وأوزيريس وحورس ونفتيس ونوت وأمون وأتون. يعني مع المصري القديم عبد 3000 معبود، ولكن آه، في علماء، وأنا بصراحة برجح الرأي ده، إن هو المصري القديم كان يؤمن بإله واحد، وفي الأغلب اللي هو كان رع، أو كان عموما يعني كان على حسب الفترة، كان بيعبد شكل صورة الإله ده. يعني مثلا لما تيجي إله الشمس اللي هو خبري وأمون و... ورع، يعني دي صفات أو أشكال لصور الشمس. يعني كان هو في المضمون عارف إن في شخصية واحدة، ولكن تتعدد لها الصفات. يعني ايه؟ يعني مثلا لما يجي يشوف ان الشمس كوكبة قوية كده، يقول لك ان قوة الاله تتجسد خلف قوة الشمس، لكن هو اله واحد. لما يجي مثلا يشوف القوة في ايه تاني، في الفيضان، تمام، فكان وضع اله للفيضان ان هو حابي، في القطط ان هي بتقي من الامراض والطيبة وصفات كتير، كل معبود كان له صفات. فعبد باسtet. التماسيح كان يتقي شرها فعبد سوبك. حورس القوة، تمام. عبد النسر، يعني هو مش كان بيعبد، على فكرة هو ما كانش بيعبد الحيوان نفسه، هو كان بيعبد الصورة أو القوة المجسدة في شكل هذا الشيء. يعني مثلا حتحور كانت دايما تبقى براس بقرة، ولكن كانت برضو بتظهر بصورة آدمية، تمام. إيزيس كانت يعني كانت ساعات بتبقى في شكل طائر، وساعات تبقى في شكلها الآدمي. فهو ما كانش بيقدس الصورة، كان بيقدس القوة الخفية اللي هو كانش يقدر يشوفها، لكن كان بيجسدها في شيء مادي يعرف يتفاعل معاه. هنا دي فكرة الدين عند المصري القديم، وبدأت تتطور إلى أن وصلت إلى ذروتها في الدولة الحديثة. وبدأ اليونان والرومان البطالمة، الحضارات التانية تتأثر بيها. يعني مثلا في أيام بطليموس التاني طلب من منيتون السمنودي برضو إن هما حول عبادة أبيس اللي هو العجل المقدس إلى سيرابيس اللي هي اليونانية. فنشر، كان ليه عامل يعني في نشر هذه العبادة، وربط ما بينها وبين الديانة المصرية القديمة. وعلى رأي هيرودوت، هو الشعب المصري هو أكثر الشعوب تدينا، هي أكثر الشعوب ارتباطا بالدين يعني. فكانوا هم اللي أسسوا الدين، وهم اللي وضعوا عليه نظريات وقوانين وكتب، بالنسبة لهم هي زي كتب سماوية يعني. أذكر إحنا اتكلمنا إن هو كان المصري القديم كان بيعبد 3000 معبود، تمام. ده في كتاب والس بادج آلهة المصريين. وكان ليه كتب دينية زي مثلا الخروج للنهار، متون التوابيت، متون الأهرام، كتاب البوابات، كتاب الطريقين. في كتب كتير، ليه مؤلفات كتير. وليه على جدران المعابد كان بيرسم الطقوس وتحضير القرابين بالتفاصيل. ما كانش المصري القديم بيكروت خالص، كان بيذكر بكل التفاصيل عشان الأجيال اللي جاية بعده تعرف أصولهم وعدتهم كانوا بيتعاملوا إزاي يعني. تالت حاجة وهو السحر. في مصر كان عندنا مدارس للسحر، يعني مصر القديم كان بيؤمن بالسحر وكان يجيد السحر. وكان
بيسخر هذه القوة يعني. فعندنا 6 مدارس للسحر. في مدرسة اللي هي مدرسة إيزيس، واللي هي مكانها الدير المحرق. مدرسة صن الحجر، مدرسة إهناسيا، مدرسة هليوبلس، مدرسة بتاح، مدرسة أمون. كل مدرسة من المدارس دي بتعلم الحكمة وعلوم كتير، ولكن كان برضو في نوع من التخصص. يعني مثلا ما تتكلم ده كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الصيدلة، كل كلية وهي بتتخصص في دراسة علم معين. في مثلا حاجة تكون مشتركة ما بينهم، زي إنك تتعلم اللغة، زي هم عندهم برضو كانوا بيتعلموا الأخلاق والحكمة. بتوين ده طبعا حاجة بتميزهم، زي مثلا مدرسة إيزيس كانت بتتعلم شفاء الأبرص، إقامة الموتى، صنع الحجر، تسخير الأفاعي. ودي بنلاقيها في قصة سيدنا موسى، في حتة إن الأفعى والنفعة بتاعت سيدنا موسى آه، كلت الأفاعي بتاعت المصريين. مدرسة أهناسيا ودي في بني سويف كانت بتعتمد على تفسير الأحلام. مدرسة هليوبلس إحياء الموتى، ودي هنلاقي لها قصة دلوقتي هنحكيها سوا دلوقتي. وبتاح في إخفاء والاختفاء، السحر بقى، أنا هخفي لك الحاجة دي وكده. ومدرسة أمون اللي هي في سيوة دي كانت للاستخارة. حتى الإسكندر نفسه كان بيروح هناك، وحتشبسوت وتحتمس التالت عشان قبل معركة ياخدوها كانوا بيستشيروا الكهنة هناك والمعبود، بحيث إن يعرفوا هل هيوفقوا في هذه المعركة ولا لأ. السحر استخدمه المصري القديم في حتة العلاج بالإيحاء. يعني انت مثلا انا هقرا لك التعويذة دي وانت تحس انك بقيت كويس، او اقرا التعويذة دي كل يوم على حاجة معينة، مية ولا بتاع، فانت بتحس. زي مثلا انك لما بتصلي آه تدعي كده ان انا اخف او حاجة زي كده. طبعا هما كانوا عايشين حياة شبهنا جدا. يعني احنا زماننا بالنسبة لنا المصري القديم ده غريب ان هو يعيش هذه الحياة، لكن لو ظهر واحد من المصري القديم وسطنا النهاردة، احنا اللي بالنسبة له هنكون ناس غريبة يعني. آم، نذكر قصة بخصوص السحر في بردية اسمها بردية وسط كار. بتتكلم عن فترة الملك خوفو، ان هو كان قاعد وسط أسرته، وكانوا بيتكلموا عن السحر والسحرة وبعض المواقف وأجدادهم، لحد ما جه ابنه الأكبر قال له إن في ساحر اسمه جدي بيقدر إن هو يحيي الموتى، ومعاه مفاتيح تحوت. آه، فكرة مفاتيح معبد تحوت دي، إن خوفو لما عشان يبني الهرم بتاعه كان عايز يخبي غرفة الدفن بتاعته في مكان محدش يعرفه، عشان مش عايز مقبرته تنهب. فتحوت هو رب الحكمة عند المصري القديم، هو اللي علمهم، هو اللي كتب أقدار المعبودات والخلق، هو اللي أنقذ ريش ماعز. هو ليه قصة هنعرفها لما نيجي نتكلم عن الدين في مصر القديمة بعمق أكتر، لأن الدين هو من الموضوعات في مصر القديمة إن البحث فيها ما بينتهيش حرفيا. فبعت خوفو إن هو يجيب الساحر الجدي ده، وهتلاقوا القصة مكتوبة في الجزء ال17 أو ال18 في موسوعة سليم حسن بالتفصيل يعني. قصة لذيذة قوي، وبيتكلم فيها إن جد ده كان بياكل طور وياكل خروفين، مع إنه كان راجل عجوز عجوز يعني. فوصل جدي قدام ملك خوفو وقال له أنا سمعت عنك إنك بتحيي الموتى ومعاك مفاتيح معبد تحوت، وإنك حد جامد وكده. فقال له نعم والكلام ده كله. فقال له طب أنا عايزك تعمل لي معجزة، أو إنك تعمل لي السحر ده قدامي. هاتوا إنسان محكوم عليه بالإعدام ونقتله دلوقتي وتحييه تاني. قال له لأ. قال له إحنا عايزين إيه؟ طور. ليه؟ لأن مفيش حد ليه سلطان إن هو يحيي الموتى غير ربنا. ف والسحر والاعتماد على الأرواح ده برضه ليه حدود، يعني هو الموضوع مش مفتوح. فجاب السور ذبحه، قرا التعويذة بتاعته، السور قام. جاب بطة ذبحها ولا وزة ذبحها، قرا التعويذة قامت. هي ما قامتش في الحقيقة، هي كل الكلام ده أساطير، وقد يكون حقيقي، ولكن حتى
في رصد للقصة بيقول إن خوفو بيسأل جدي، كان بيقول له أنت بتعمل ده إزاي؟ قال له يا مولاي يعني، أو يا ملك، نحن نوحي للعين ما تريد أن ترى. يعني إحنا بطريقة كده بتاعتنا بنخلي العين تصدق اللي هي عايزة تشوف، بنهيئ لها اللي هي نفسها تشوف. ولكن في الحقيقة هو الكلام ده مش موجود، وما يقدرش إن يكون ليه سلطان على روح إنسان. فسأله على مفتاح المعبد، قال له أنا معرفهاش، وقعدوا بيتكلموا. المهم إن هو تنبأ له بإن في 3 أجيال من بعده، اللي هو خفرع ومنقورع وكان ملك تاني بعدهم، واللي بعدها هتبتدي الحكم هيتاخد من الأسرة بتاعته. بعد كده هيبتدي ينتقل لأسرة تانية اللي هي الأسرة الخامسة. فحزن ولكن الملك خوف، ولكن برضو استضاف جدي كويس ولحد هنا بتنتهي القصة بتاعت جدي، اللي بنتكلم فيها، بنذكر فيها السحر عند مصر القديم. واحنا عارفين طبعا ارتباط السحر حتى بالأديان السماوية، المواقف اللي حصلت مع موسى النبي ووصوله أمام فرعون يعني، والسحرة وكده. بعد كده نعدي النقطة بتاعت السحر، والنقطة اللي بعدها هتكون عن الطب. المصري القديم كان عبقري جدا في الطب. يعني علوم الطب عند المصري القديم هي الأساس لعلوم الطب في العصور الوسطى والحديثة. المصري القديم ما كانش بيخاف، ما كانش عادي. هو كان دايما فضولي، كان دايما يحب يبحث، كان ذكي. طب ايه علاقة ده؟ لو فكرت معايا كده اديت نفسك دقيقة تفكر، هو امتى المصري القديم نشأ فكرة الطب؟ هتقولي تحنيط مثلا، ان هو كان عايز يحافظ على الجسد، فبدأ ان هو بيفتح الجسد بيشوف جواه ايه، يعرف الجسد جواه ايه، يعرف بيتكون من ايه، يعرف وظيفة كل حاجة من دي ايه. لما كان يحصل اصابات في العمل كان بيعالجها. مصر القديم هو اول طبيب اسنان، هو اول شخص يعمل اختبار حمل، هو اول شخص يعمل طرف صناعي، هو اول شخص يعمل تقويم، هو أول شخص يعمل يعني تكبيس للإيد يعني. مصر القديم عمل حاجات كتير جدا، هو علم التشريح، المواد الكيميائية، الكلام ده كله أسسه مصر القديم. حتى في صورة أنا عايز أوريها لكم، هي صورة للأدوات المصري القديم. يعني دي الصور المفروض ماتيريال كنا بنبص عليها. طبعا دي حاجات تخص العقائد، وده ممكن أبقى أديكم نبذة سريعة في الآخر عن الصور دي عشان أكون مركز. آه، صورة للأدوات، هي دي صورة للأدوات اللي المصري القديم كان بيستخدمها في العمليات الجراحية بتاعته. ده طبعا واضح إن هو مقص، وده واضح كأنه حاجة زي معلقة ومشرط، أدوات كان بيستخدمها المصري القديم، وعندنا منها كتير موجودة في متحف التحنيط، موجودة في متاحف زي متحف الحضارة، متحف إمحاطب، موجود منها كتير. فطبعا المصري القديم أسس علم لاحتياجه لهذا العلم، وبحث وطور فيه و وأسس ليه أدوات يعني. عندنا مثلا طبيب زي إيري وحيسي راع وإمحاطب. آه يعني دول شخصيات. طبعا أصلا إمحاطب معروف جدا جدا، هنرجع نتكلم عنه تاني في الهندسة. عبقري إمحاطب. آه لو هنعدي في برديات طبعا زي بردية كاهون وبرلين وسميث، كل البرديات دي برديات طبية وفيها وصفات طبية. وفي كتاب كانت منزلاه الهيئة القومية العامة للكتاب، كان اسمه العلوم في الحضارات القديمة. كتاب صغير بس كان جميل جدا جدا جدا، بيتكلم عن الطب وعن الرياضيات في الحضارة المصرية القديمة يعني. لما نيجي نعدي نقطة الطب ونيجي نبص على الكيمياء، هنلاقي طبعا في ارتباط بين الطب والكيمياء أكيد، لأن المصري القديم استخدم المواد الكيميائية الطبيعية اللي استخرجها من الطبيعة في العمليات الطبية بتاعته. يعني مثلا لما نيجي تتكلم عن التحنيط، إن ده أبسط وأسهل مثال ممكن تتكلم عنه. لما تيجي تتكلم عن التحنيط اللي هو كان بيستخدم ملح النطرون، فهو عارف ان ده لما يتحط على جسم رطب او بيحتوي على ميه، ان الاملاح هتمتص الميه دي
كان تيجي تتكلم عن العطور، الزيوت، التوابل. كان مصر القديم دايما ليه خلطات، يعني كان يستخدمها في الت- في ال... في الصباغة، في العطور كريحة طيبة، في تقديم القرابين، في العلاجات. حاجات كتير جدا يعني. آه، لو هنكمل بعد كده نتكلم عن نقطة جميلة أوي 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 أوي، وهو الفلك. مصر القديم هو اللي أسس علم الفلك. دايما أي حاجة في الدنيا حطها قاعدة في خيالك، مصر القديم هو اللي أسسها. يعني الفن، أي حاجة ممكن تيجي في خيالك هو أساسها. لأن الحضارة المصرية القديمة اللي معرفش، هي أقدم وأول حضارة في التاريخ. مش أول، ممكن ما نقولش هما أول ناس، ولكن أول حضارة، يعني أول ناس اتجمعت وكونت مجتمع، كونت حضارة. فبدأ المصري القديم كده قاعد باصص للسما. ايه الحاجات الحلوة اللي بتنور في السما دي؟ في نجم بينور أكتر، في نجم بيتحرك. فبدأ يتأمل في السما، بدأ يحط أشكال ونماذج للسما، أفكار. يعني مثلا دي الزودياك اللي موجود في معبد دندرة، بيوصف بيها الأجرام السماوية، أو شكل، يعني زي ما احنا بنقول عليها دلوقتي الأبراج يعني. طبعا هي رسمة تشوفها تحس إن كده حاجة عجيبة يعني، لكن هي لوحة وصفها جميل جدا. وبالنسبة للمصري القديم كان عادي. يعني مثلا دي صورة تانية، دي بالنسبة له الربانوت. ودي الأشخاص دول أو المعبودات دول بيمثلوا ال24 ساعة في اليوم. تمام. آه، دي نظرية من نظريات الخلق. في ايه تاني ممكن نكون بنتكلم عن الفلك؟ في من المعابد المميزة جدا في حوار الفلك وكده. آه، هي معبد دندرة. معبد دندرة السقف بتاعه كده في صالة الأعمدة تشوف الربة نوت وهي بتبتلع الشمس وبتولدها من جديد، وفي رسم للأبراج ومعبودات. والمصري القديم ساعتها كان يعني الفلك ده بالنسبة له صورة مفتوحة. الفلك كان هو خريطة. يعني مصر هي صورة السماء على الأرض برضو يعني. ده كلام علماء المصريات. وأتذكر إن هيرودوت هو قال برضو المقولة دي تاني. ليه بنقول كده؟ لأن لما تيجي تبص على أماكن الآثار الكبيرة والمهمة زي الأهرامات الجيزة أو المعابد أو التماثيل، تلاقي إن هي تتوافق مع أجرام في السماء. لما تيجي تبص على تقسيمة المصري القديم للسنة، تمام، وإن هو كان بيربطها بموسم الفيضان، ويربطها بظهور نجمة الشعرى اليمنية. طبعا ده أستاذنا دكتور مصطفى وزيري. القطعة اللي قدامه دي هي ساعة مائية، يعني حاجة، نوع من أنواع قياس، أدوات قياس الزمان عند المصري القديم طبعا يعني. هي فكرة مطورة. كان في برضه حاجة اسمها ساعة شمسية. فالمصري القديم ما كانش ليه حدود من ناحية الفكر. كمان لما نيجي نتكلم في علم الفلك، دي صورة تانية اهي. دي في مقبرة رمسيس السادس. صور فيها الأيام طول السنة، والساعات والسماء والعبور. دي في سفن، في معبودات. وصف الحاجات دي دقيقة، بيحسسك بالإبهار يعني. فتميز جدا 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 المصري القديم في علم الفلك. نيجي نخش على النقطة اللي بعدها، ألا وهي الهندسة. نجيب بقى الراجل الجميل ده إمحاطب. أنا عايز أقولك إن شخصية إمحاطب دي شخصية جميلة، لدرجة إن المصري القديم من ساعة بناء الهرم المدرج إلى عصر البطالمة، إمحاطب كان بيعبد ويقدم له القرابين كإله للهندسة وللطب. أنت متخيل عظمة إمحاطب؟ يعني إمحاطب كمان خد ألقاب محدش خدها. يعني خد مثلا لقب آه ابن الإله ووزير، وخد ألقاب قوية جدا يعني. حتى هي موجودة حاليا في متحف إمحاطب.
في تمثال ليه، وتمثال قصدي للملك زوسر، هو تحتيه كده ألقاب لحبيبه. كان إمحوتب ده كان حاجة كبيرة قوي عند زوسر. والمعلومة كمان إن اللي بنى الهرم الأكبر هو يعني كان قريب لإمحوتب يعني. آه، أنا لا أتذكر صلة القرابة، لكن هو كان قريبه يعني، اللي هو حمقيونو. حمقيونو لما بنى الهرم الأكبر قال: ها أنا قد بنيت، أروني كيف تهدمون ما قد بنيت. هو ما طلبش من الناس إن هم يبنوا زيه، وروني أو يعرفوني أنا بنيت ده إزاي، قال لهم وروني هتبنوا إزاي. لأن برضو لما نيجي نبص في العصور التانية، لما بدأوا يشيلوا كسوة الهرم، وفكروا إن هم هيفككوا الهرم أيام محمد علي، وأيام الخلفاء، لما كان الخليفة المأمون مثلا لما فتح الفتحة في الهرم، لأنه كان متخيل إن هو هيخش يلاقي كنوز جوه والكلام ده كله. كل المحاربات والعوامل المناخية على مدار السنين دي كلها، برضو الهرم تروح الجيزة تلاقيه هيكل عظيم عملاق واقف. يعني حتى أتذكر في مقولة كان دايما يقولها الدكتور زاهي حواس، يقول لك إن الإنسان بيخاف من الزمن، والزمن بيخاف من الهرم. آم، فإمحاطب هو رمز للهندسة المصرية القديمة. أي حد طالب هندسة في إعدادي هندسة بيدرس أول وأعظم بناء حجري في التاريخ، ألا وهو هرم زوسر، هرم المدرج. إزاي في وقت تتكلم من كام ألف سنة، من حوالي 4000 سنة مثلا أو أكتر، قدر المصري القديم إن هو يبني هيكل بالضخامة دي وبأدوات بسيطة وبمادة واحدة، حجر. يعني احنا عندنا لما نيجي نبني خشب وحديد وأسمنت وموال، والدنيا والخامات في ايدينا بتبقى صغيرة وخفيفة، نقدر إن احنا نشكلها. ولكن هما كانوا بيتعاملوا مع حاجات قوية جدا، وهم أجسامهم زينا، فما كانوش مختلفين عننا في حاجة يعني. آه، طبعا علم الهندسة ده اتعلمه بعد كده البطالمة والرومان، يعني خدوه من الجامعات عندنا والمكاتب، وبدأ يظهر لنا علماء زي فيثاغورس وأرشميدس والناس دول كلهم. هو نقلوا الموضوع، لكن هم ما أسسوهوش. ممكن يظهر علماء يطوروا، ودي حاجة طبيعية جدا، لكن اللي يأسس أو اللي وضع حجر الأساس هو كان المصري القديم. علم الرياضيات هو علم ما ينفصلش خالص عن آه، الهندسة. الرياضيات هي لغة الكون. طبعا ده بالنسبة ده حمقيون، ده الصورة لتمثال حمقيون يعني. هو مش موجود في مصر، هو مقبرته هي اللي موجودة، ولما لقيناها معلومة بيان ما كانش فيه غير تمثال واحد بس، اللي هو ده صورته يعني. ف هي الرياضيات لقينا طبعا بردية زي بردية وادي الجرف ورايندر، اللي هي برديات بتورينا بقى العمليات الحسابية والكلام الجميل ده كله. سريعا كده لما نبص لآخر نقطتين، اللي هي الصناعة والسياسة. بالنسبة للصناعة، فمصر القديم ما بصش بس إن هو كان بيصنع الأكل وبعد كده عمل تماثيل كنوع من أنواع الحس الفني، ولكن لأ، هو كان عنده دماغ عبقرية في إن هو إيه الصناعات اللي قدمها المصري القديم. مصر القديم عمل سفن كبيرة. حتى أنا بوريكم الرسم ده، هو اللي موجود في معبد حتشبسوت لنقل المسلات اللي كانت قدام معبد رمسيس الثاني اللي هو معبد الأقصر. مسلات بطول ضخم، سفن ضخمة ليها سفن تانية يعني. لو شايفين دي قدامكم، دي السفينة الأساسية اللي شايلة مسلتين، أدي مسلة وأدي مسلة، وأنا كاتب عندي في الصفحة مقالة عن الموضوع ده. تمام. هتلاقي قدامك هنا دي 1 2 3 4 5، قول مثلا زيهم هنا اهم. ده شكل اهو، كل دول كده واقفين بعرض النيل عشان يسندوا دي ويوازوها، بحيث ان السفينة هنا ما يجيش هنا، ويعني النقطة مركز القوة ده كده ما يجيش هنا، وده ما يجيش هنا، عشان ينقلوها غير الأقصر. يعني حتى انتوا عارفين ان في الأقصر في حاجة اسمها المسلة الناقصة، المسلة الغير مكتملة. من سوري، من أسوان لحد الأقصر. جميل. فدي صناعة من الصناعات العبقرية جدا. انت مش بتعمل
مركب صغيرة، انت عامل سفينة عليها القيمة يعني، تبهر في هذا الوقت. زي مثلا ما احنا بنبص على حاملات الطائرات النهاردة، بنقول ايه ده، صناعات زي الصناعات المعدنية. يعني تيجي تتكلم عن الذهب، بص على الذهب والفضة بتوع الملك توت عنخ آمون ولا بسيسموس الأول ولا غيره. ال الآثار، النقوش، الألوان، واخدين بالكم معايا؟ فالأدوات اللي المصري القديم كان بيستخدمها، اللبس. فالمصري القديم كان عنده العديد من الصناعات، وده بيرجع لاستقراره. الاستقرار هو كان السبب في إن المصري القديم كان بيطور من شكل الحياة عنده يعني. لما نيجي نتكلم في السياسة والجيش، أبرز وأهم المواقف والصور اللي ممكن نشوفها في التاريخ السياسي عند مصر القديم، هو مثلا في فترة نعرمر كدولة قديمة، في أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني في الدولة الحديثة، وغيرهم طبعا أمثلة كتير. لأن الشخصيات دي هي اللي ساعدت على الأقل في توحيد الحدود المصرية وجعلها كيان واحد مش منقسمة، مصر العليا ومصر السفلى. وغير كده كان حد زي تحتمس الثالث كان دايما يبقى عايز يأمن حدود مصر، فكان يبتدي يتوسع شمالا جنوبا شرقا غربا. تمام. لحد من قريب زي حواس غالبا في لبنان لقى نص للملك رمسيس الثاني. فمعنى كده إن الحدود المصرية وصلت لهذه الأراضي يعني. كان في علاقات تجارية، كان طبعا مع مرور هذا الوقت كان في حضارات اتأسست، كان في أراضي عمرت وسكنت يعني. فده سريعا يعني، أنا مش مكبر الموضوع قوي، مش حاول إن أنا مش مليه معلومات كتير عشان يكون خفيف على العقل. ولكن أنا سريعا ممكن أشرح آه، الماتيريال اللي احنا شايفينها. يعني مثلا هنا دي صورة من صور الجداريات، يعني بتبين الحياة اليومية عند المصري القديم. دي طبعا احنا اتكلمنا انت العناوين اللي احنا اتكلمنا عليها. دي صور الأدوات اللي كان المصري القديم بيستخدمها أيام ما قبل التاريخ. وعايز أقول لكم معلومة، كل ما كان حجم الأثر صغير كل ما كان عمره أحدث. تمام. واللي منكم يروح المتحف الحضارة في الفسطاط هيلاقي هناك إنسان نزلة خاطر عمره غالبا حوالي 38,000 سنة أو 36,000 سنة، على حسب ما انت بتقول قبل ولا بعد الميلاد يعني. آه، هو شخص من أشخاص العصور ما قبل التاريخ، وطبعا كانت دي طبيعة الأدوات اللي هو كان بيستخدمها يعني. تمام. ده طبعا شكل موميا. في إيه تاني؟ ده شكل الملك وهو بيقهر الأعداء، ودي في السرداب بتاع دندرة. المصباح ده وعمود الجد والكلام ده كله ده هنتكلم عليه باستفاضة في المحاضرة بتاعة الدين المصري القديم، لأن دي نظرية خلق أو نظرية دينية عند المصري القديم. دي بوابة وهمية كان المصري القديم بيكتبها أو بينشئها عشان الروح تعدي منها، وعشان تعرف إن المكان ده هو فيه روح الشخص الفلاني اللي بيبقى مكتوب عليها اسمه يعني. طبعا احنا اتكلمنا إن دي صورة الرب نوت ربة السماء، وإن ده طبعا صورة الإيه ال24 ساعة ال24 معبود، وده النجوم، ودي كل التفاصيل يعني اللي بيوصف بيها المصري القديم منظر فلكي. نظرية من نظريات الخلق دي موجودة في طيبة عموما، موجودة في الأقصر تقريبا أو كرنك. الزودياك منظر فلكي طبعا بيشرح فيه الأبراج. ده أنوبيس، وده جزء يخص التحنيط أو الدين. نجم الشعر اليمنية اللي كان المصري القديم بيحدد منه ال آه، السنة الجديدة، واللي هي حاليا السنة القبطية، اللي هي حاليا لسه الكنيسة مكملة عليها، اللي هي السنة القبطية. حتى بنفس الأسامي بتاعت المصري القديم، اللي هي توت، بابا، هاتور، كياه، كتوة، أمشيبة، رمهات، برمودا، باشان. كل الأسامي دي برضو ليها مرجع أو ليها أساس مصري قديم. دي أدوات يعني، ده مثلا ده مشط، دي أمشاط عموما يعني، دي بس دي معمولة من العاج في حضارة ما قبل التاريخ. انت بتتكلم من أكتر يعني أدي 2000 سنة ميلاديا، والأكتر من حوالي 3000 سنة قبل، يعني 5000 وأقل، أكتر كمان من 5000 سنة كان في نوع من أنواع النظافة الشخصية أو الأدوات
المصري القديم كان بيهتم بيها بنفسه. دي قائمة ملوك الكرنك، بس دي طبعا اللي الوزارة عاملاها جديدة، مش دي الأصلية. دي مقبرة رمسيس السادس، وده معبود تحوت. وده طبعا احنا قلنا برضه ده السقف بتاع مقبرة رمسيس السادس. ده حور محب. كتاب الطريقين. طبعا ده من الكتب الدينية عند المصري القديم. اتكلمنا عن الحاطب وصفاته. ده خبري في السفينة اللي هو بيعبر بيها للنهار، والموضوع كده برضه يخص الديانة. الساعة المائية. دي برضه تخص المسلة والسفن وطريقة النقل والكلام ده كله. ده منظر الأدوات الطبية، يعني ده إهداء للمعبد بالأدوات الطبية. دي شكل الأدوات الطبية وعاداتها. آه، ده الجرد بتاعها، وده أشكالها يعني. حاجة زي عطية أو وقف للمعبد يعني. دي صورة لأحد العمليات الجراحية، أو أحد العمليات اللي كان بيعملها المصري القديم للعين يعني. الصورة دي كانت موجودة برضه في مقبرة. بتبين إن المصري القديم ما كانش بيهاب حاجة معينة، ده كان يعني عادي جدا كان إن هو يتعامل مع جسم الإنسان. المهم إن هو كان بيعالج المرض ده، سواء بالإيحاء زي ما اتكلمنا في السحر، أو سواء بالعمليات الجراحية، التدخل الجراحي والأدوات، أو سواء طبعا أدوات كيميائية أو مواد كيميائية مستخلصة من الطبيعة اللي هو عايش فيها. ده حميونو المهندس اللي بنى الهرم الأكبر. أدوات الطب. ودي طبعا قائمة الكرنك، قائمة الملوك، موجودة في خراطيش وشخصية أو صورة الملك. بردية وستكار أو خوفو والصحراء. آه، احنا اتكلمنا عنها جدي. ده كتاب الشبتانة، اللي هو بنتكلم فيه عن الدين في مصر القديمة، اللي كتبه منيتو السمنودي، ومنقول شفهيا، واللي هو برضه كتب كتاب تاريخ مصر اللي نقل عنه المؤرخين التانيين. طبعا احنا قلنا إن دي صورة من صور الديانة عند المصري القديم. ده صورة للإنسان البدائي يعني. ده اتكلمنا برضه، ده قائمة ملوك. وده المعبود أوزير، رب العالم السفلي. ده طبعا يخص الديانة. دي محكمة الموتى. وده المعبود تحوت بيكتب القرار بتاع المحاكمة. وده الإنسان اللي بيتحاكم أنوبيس. ريشة ماعة القلب إيب. آه، دي اللي هم النائحين. وده المعبودات إن هو بيمشي أمام 42 معبود، و... وبيعترف ببعض الأمور ويجحد بعض الأمور الأخرى. بعد كده بيتم وزن القلب. آه، رسم هندسي لمكان الشارع اليمنية. المناظر الحياة اليومية دي طبعا برضه منظر فلكي. ده تسوع. جيب ونوت وشوت فنوت وزيس وزريس وست ونفتيس وحورس. وفي أبناء حورس، وفي يعني شجرة عيلة كبيرة أوي في المعبودات يعني. في نظريات كتير إن شاء الله هنتكلم عنهم في مرات تانية. دي طبعا بخصوص الأهرام. ده في هرم أناس. هو أقدم نص ديني موجود في هرم، موجود في سقارة في الجيزة. آه، طبعا ده بيرجع برضه للثقافة الدينية عند المصري القديم. ده منظر للتعابين أو للساحر لأدي الملك، وأدي السحرة قدامه. طبعا احنا بنشوف دول ناس لبسهم مختلف عن دول، واخدين بالكم. آه بيوحي طبعا إن هما شعبين مختلفين، وقدامهم التعابين بتتصارع مع بعض يعني. ساعتها التعابين النبي موسى هي اللي ابتلعت تعابين المصريين. اه دي صورة هنلاقي زيها في متحف الحضارة في أحد الآثار. آه، هنا الرب حتحور، وهي ترمز للأمومة، وهي بتشارك الأم لحظات الولادة. واخدين بالكوا؟ ده شكل زي كرسي، أو ما كانش بيبقى ليه كرسي، أو بيبقى زي حجرين كده، وبتاخد الأم وضع القرفصاء لاتساع مساحة الحوض يعني، المعبودة حتحور إن هي تستقبل الجنين. وأديكم معلومة حلوة، هي حتحور في حاجة في معبد حتحور في الماميزي، حاجة اسمها السبع حتحورات أو الحتحورات السبعة. إن كان يعتقد المصري القديم إن في هذه الفترة من اليوم الأول لليوم السابع للطفل، إن
أبيب أو الشيطان أو رب الشر عند المصري القديم هو يحارب الطفل ليهلكه. فكانت حتحور تدافع عنه، وكان ما دام عدى 7 أيام عند الطفل فمعنى كده إن هو هيعيش حياة آمنة، وإن هو كده مر من هذا الاختبار. وكانت حتحور هي موكلة بالحفاظ عليه، عشان كده بنحتفل بالسبوع ال7 أيام. ودي عادة مصرية دي ما ملهاش علاقة بالدين اللي احنا عايشينه دلوقتي، ولكن احنا مكملين عليه نفس عادة ال40. هي مش عادة موجودة في الدين، ولكن هي عادة مصرية قديمة. إن هو المصري القديم كان بيغطس في ملح النطرون 40 يوم، بعد كده يبتدي إن هو آه، يدهن بالعطور والأقمشة والكلام ده كله. فعادة ال40 يوم دي برضه عادة مصرية قديمة، وغيرها كتير أوي من العادات يعني. ده صورة من صور مدن التوابيت موجودة كتير في متحف التحرير. فدي كانت ماتيريال المفروض ان انا بعرضها في نص المحاضرة يعني، فانا حبيت ان انا اتكلم معاكم وبعد كده اكلمكم عن الماتيريال دي ان شاء الله. يعني اتمنى يكون النقاش ده عجبكم. اتمنى يكون ضاف لكم معلومة جديدة. اتمنى يكون موضوع نال رضاكم، ما يكونش تقيل على اذانكم يعني، وتكونوا مبسوطين منه. ان شاء الله ربنا يقدرني واقدم لكم حاجة تكون باسلوب احسن من كده، سواء لايف مع بعض او حتى لو انا هصورها لايف او هصورها برزنتيشن، اكون محضر اقوى من كده. آه، اتمنى تكونوا مبسوطين، واشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية.